السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة رجعنا لكم بحلقة جديدة مع الشاعرة ندى موسى. حقيقي يا جماعة احنا كنا قاعدين في الكافيه فجأة شفنا حاجة عجيبة، حاجة معجزة بجد. انتوا يعني حلقة فريدة من نوعها. تعالوا نشوف ايه اللي جوه، ايه اللي بيحصل جوه يا جماعة. تعالوا. يا سيد الخلق يا طه، يا سيد الخلق يا طه، يا طه ورحمته وبركاته، سلام الله يا طه ورحمته وبركاته، يا سيد الخلق يا طه، يا سيد الخلق يا طه. محمد يا حبيب روحي، محمد يا حبيب روحي، يا رحمة للوجود كله، يا رحمة للوجود كله. محمد يا حبيب روحي، محمد يا حبيب روحي، يا رحمة للوجود كله، يا رحمة للوجود كله. بلاقي في سنتك بلسم بيشفي بنوره وبدله، بلاقي في سنتك بلسم بيشفي بنوره وبدله، والاقي في كل أقوالك حكم غاليها، والاقي في كل أفعالك مثل عليها، بلاقي في كل أقوالك حكم غاليها، والاقي في كل أفعالك مثل عليها. يا تاج راسي ولبراسي، يا تاج راسي ولبراسي، يا سيد الخلق يا طه، 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 يا سيد الخلق يا طه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار؟ الحمد لله تمام. ازي حضرتك؟ ربنا يخليك. الحمد لله. قولوا لي انتوا بتعملوا ايه هنا وايه ده معجزة معاكم، طفلة معجزة ما شاء الله. طبعا هلا موهبة جميلة جدا، واحنا بنعمل بروفا عشان عندنا ان شاء الله حفلة يوم الجمعة اللي جاية، فبنجهز لها وبنعمل بعض الاغاني اللي هنعملها في الحفلة ان شاء الله، عشان هي طبعا هي واثقة من نفسها وكل حاجة، بس لازم من البروفات عشان تقنية الشغل تبقى عالية وهي تبقى متمكنة أكتر، والناس تنال استحسان من الناس أكتر إن شاء الله. فعلا، بس أنا يعني هالة في حتة تانية بجد ما شاء الله، وانتم أبدعتوا. أنا كنت قاعدة بالصدفة فلقيت إبداع، قلت لا لابد إن احنا نصور الحلقة دي. موافقين إن احنا نزحها؟ لا مش موافقين. ينفع يا جماعة كده؟ لا موافقين طبعا، موافقين طبعا. نزعل. عرفيني أكتر على نفسك يا هالة. اسمك هالة إيه؟ اسمي هالة هشام. ناوية تستمري يا هالة؟ طبعا. بس انتي ما شاء الله عليك، الله أكبر، في حتة تانية. هي هلا المايسترو يعني هي بابا وماما بيدعموها دايما وفي ظهرها على طول، يعني أي حاجة بتعوزها في مجال النشاط والموسيقى مش بيأخروا عنها. طبعا يا مستر. وانت طبعا. وهي هلا مشتركة في الأوبرا، كورال أطفال الأوبرا، وهي في سنة 6، وأنا خدتها معايا فريق الكورال بتاع مركز شباب صفة الحنة، وهي تبقى موجودة معايا فيه لأن هي من الأصوات الكويسة، وأنا خدتها عشان تغني معايا سولو هناك في الفرقة يعني إن شاء الله.
ما شاء الله بجد، يعني انا بشكرك على تبنيتك للمواهب، وان انت يعني تصاحبهم بالأرج وتدربهم كمان، دي يعني ربنا يا رب يجعلها في ميزان حسناتك. وانا طبعا بشكر الام والاب ان هم اصلا سبب في انهم بيدعموا الموهبه. جماعه اطفالكم ليهم حلم، وقفوا جنبهم وساعدوهم. بجد هالة نموذج مشرف. ازاي حضرتك؟ الله يخليك، ازاي حضرتك؟ الله يخليك، والله احنا مبسوطين، احنا كنا لسه عايزين ننادي على الام والاب، والله ما شاء الله عليك. هلا بابا، ربنا يخليك ربنا يخليك. طيب قول لنا، كلمنا عن هالة شويه. هلا موهبه من صغرها، واللي اكتشفها الاستاذ اشرف يوسف. يعني هلا ونيه صغيره عندها 6 سنين وهي بتغني، بس طبعا اللي نمى الموهبه وكبرها ومكنها الاستاذ اشرف يوسف. فهي الحمد لله النهارده يعني في الاوبرا وبتغني والحمد لله. يعني الموهبه بتاعتها بانما هلا بحاول ان انا انملها الموهبه بتاعتها بس. ما شاء الله عليك بجد، بشكرك انك واقف معاها، واحنا كمان مش هنسيب هالة. هالة بقت خلاص بنت البرنامج. وبشكر المايسترو اشرف يوسف، اصلا ده المايسترو اشرف يوسف ده اكتر برضو اكتشفني في بداياتي يعني يعني ما شاء الله عليه، هو داعم للمواهب كلها. شكرا يا مايسترو. اشكرك، ربنا يخليك، اشكرك بالتوفيق ان شاء الله. شكرا.